موطني. صباح الخير لمتابعين بكار فحماوي. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم من جديد بعد غياب أسبوعين قصرا بسبب عمل خاص أنجزته بنجاح والحمد لله. بحييكم من جديد كل متابعيني، كل أحبائي أعزائي على مساحات الوطن وخارج الوطن. اليوم الجمعة ساعات الصباح 16/10/2020. اليوم اخترت هاي العودة من لد العوادين، نعم، على أنغام نشيد موطني على بيوت أهلنا. طبعا أنا واقف تماما على بيت من بيوت عائلة اليعقوب الكرام، اللي بحييهم بحيي كل عائلات قرية لد العوادين، من اليعقوب والشهاب والزريق والعتوق والسلامات والقطيش وزين العابدين والمطلق وابو شحرور والعراقي والطيار والعموري والحماد. واذا في بعد كمان يا ريت حدا يساعدني وحتى انا اذكر في التقارير قادمة. بحيي هاي العائلات وهاي العشائر كلها، كل عشائر عرب التركمان الكرام، اللي منهم العوادين طبعا، اللي عشيرة العوادين اللي منتشرة على أصقاع الأرض، مثل كل عائلات قرانا المهجرة وكل عائلات فلسطين اللي تهجرت من قراها من مدنها. إلهم التحية، ولكل متابع وكل مشاهد وكل لاجئ وكل مهجر وكل مواطن في أرضه وفي بيته على تراب فلسطين العزيزة. تهجير هاي البلد تم في 9/4/1948. طبعا كانت قرية مسالمة وادعة، أهلها ما تعدوا على أي مخلوق في الدنيا في العالم، يعني مثل باقي قرانا. دعايات اللي كانت تبثها الحركة الصهيونية إبان النكبة على أنه طلبنا من السكان يبقوا ويسلموا وراح يسلموا. طبعا هذا كان كلام فارغ، يراد منه لوم نفسنا في المستقبل، حتى الأجيال الفتية الصاعدة تلوم كبار اللي تهجروا من هاي القرى، على أساس أنه هيهم بقولوا أنه كانوا بده يتركوكوا لو سلمتوا لظليتوا في بيوتكم. يعني بحكي لكم حكاية بسيطة وسريعة. لما مختار بلدنا يوسف العيسى الله يرحمه حاول انه يبقي اهل البلد في مكانهم في البلد في ام الزنات، حكى مع القائد القوات الإسرائيلية اللي احتلت القرية، وقال له هاي يا أهل البلد هون على البيادر، نحن بدنا نبقى في بلدنا. كان جواب القائد العسكري الصهيوني انه هذا حكي للاستهلاك، تماما حرفيا هذا حكي للاستهلاك. الأوامر هاي البلد ممنوع تبقى، وكل امر صدر عن كل بلد تهجرت ما كان في اوامر صارمه بتهجيرها. القرى اللي بقيت واللي ما بقيت، كل القرى، جميع القرى اللي تهجرت هي تهجرت بدون يعني بتخطيط مسبق وتنفيذ بدون اي ادنى شك. نعم، هاي ملاحظه لازم تبقى معنا للأبد. يعني ممنوع نحن نلوم كبارنا، وحرام نلوم الكبار اللي تهجروا من قرانا ونقول انه لو سلموا، لو انه رفعوا الراية البيضاء او الشرشوح الابيض كان بقيوا في بيوتهم. هذا حكي للاستهلاك فقط، حتى يثير الفتنة بداخلنا نحن، ونحن مش ناقصنا فتن. نحن عم نشوف
بقرانا وبمدننا العربية بداخلنا الفلسطيني بعام ب48 عم نشوف العنف المستشري، عمليات القتل اليومية، عمليات الإرهابية ضد بعضنا. نعم، إطلاق النار بالليالي على السيارات اللي واقفة باب البيوت، على البيوت، على الأطفال، ترويع الأطفال، ترويع النساء، ترويع الشيوخ، قتل شباننا بأسلحة إسرائيلية المصدر. نعم، إسرائيلية المصدر، بسياسة معتمدة حكوميا ومخابراتيا إسرائيليا لتدميرنا من داخلنا، للاقتتال الداخلي. نعم نعم، بكل جرأة وبكل صراحة أنا بحكي لكم إنه نحن عندنا اقتتال داخلي غير مبرر، غير مبرر. شو معنات؟ انه كل يوم صباحا على نشرة الاخبار مقتل شاب او شابين. شو الاسباب؟ او اما على موقف سيارة، اما على نظرة غير مريحة للي تلقاها، او على طلب سيجارة. تخيلوا قبل كم عام قتل شاب على طلب سيجارة لأنه رفض اللي السائل رفض يعطيه سيجارة، يعني ضربوا سكينة وقتلوا. اليوم على موقف سيارة، على حق أولوية في الشارع، على مديونية بسيطة 1000 و2000 شيكل أو 1000 ليرة، اليوم عم بصير جرائم قتل. نعم، في قتل بالإيجار وفي قتل بالطوش. عم نشوف بكل قرية اليوم الطوش غير مبررة. يعني عيب عيب عيب، يعني وصلنا لوضع للحقيقة بكل معنى الكلمة مخزي مخزي. على كل حال أنا فشت هاي الغل كنت حابب إنها تكون، إذا ما تصلح حالنا راح يلحقنا الكوارث أكثر من هيك بكثير. خلينا نرجع للد العوادين، خلينا نرجع لهذا التراب الطاهر النقي الصافي اللي بنتظر أهله وبعودة أهله. لو نشوف أشجار الكينا اللي نحن أمامنا قريبة علينا، هناك بير لد العوادين اللي أروى هاي البلد على مدار مئات السنين، على مدار مئات السنين. وحتى انه المي اللي كانت تزيد الى يومنا هذا، الى يومنا هذا لا يزال الوادي اللي يعني بينتج منه المي الفاضي من النبع بتجري باتجاه الشرق، وبعدين بتتجه شمالا لترتبط في نهر المقطع اللي بيخترق مرج ابن عامر القادم من الشرق من جبال فقوعة باتجاه البحر الأبيض المتوسط. مثل ما أنتم ملاحظين مدينة أم الفحم، مدينة أم الفحم القرية المدينة الجارة للد العوادين لا بتبعد أكثر من 8 كيلومتر باتجاه الجنوب، تماما باتجاه الجنوب. إلى يمينها طبعا أكثر في منطقة الروحة، في تلال الروحة الشرقية، قرى مشيرفة والبياضة ومصمص. بين هاي القرى وبين قرية لد العوادين عندنا قرية اللاجون اللي رايحين نكون فيها قريبا جدا. رايحين نكون في قرية اللاجون المهجرة، وتل المتسلم، التل الأثري، تل مجدو. نعم، هاي الجبال العالية هي جبال الروحة مثل ما انتم شايفين. يعني بدنا نسلط شوي الصورة على، أو نركز الصورة على مقبرة لد العوادين. هاي المقبرة ومثل كل المقابر نحن كنا تصوير من هاي المقبرة ومن عدة مقابر. لاحظوا انتم في هاي المنطقة اللي طبعا ما كانت بأيام البلد، طبعا هاي الحفر هاي ما كانت، هاي بعد في السنوات الستينات او السبعينات كان يجرفوا من هون التربة لانها من نوع الحزرة او الصالحة للفرد على الطرق، يعني ينشروها على الطرق حتى ما توحل. وهي هاي كانت منطقة بازلتية مناسبة جدا، فالمقاولين كانوا ياخذوا من هاي المنطقة
هاي النوع من التربة. طبعا اليوم بما انه صارت فيها يعني صارت صالحة جدا لركوب الدراجات النارية اللي بيطلعوا في هاي المرتفعات والمنخفضات، وهذا ادى انه هاي المركبات عم بتتجول بعد ما يطلعوا هاي المرتفع. طبعا بكونوا على ارض المقبرة، وهيك مثل ما انتم شايفين ارض المقبرة مباحة مثل كل مقابر قرانا المهجرة المباحة. نعم. للحقيقة يعني شيء بيوجع القلب، راح نلاحظ، راح نقرب الصورة أكثر حتى نلاحظ كل زيارة إلي لد العوادين هناك يعني ضرر يعني متراكم أو زايد على قبور الأهل والأجداد. نعم، رحمة الله على موتانا. هذا مثل ما أنتم شايفين. نعم، هاي مقبرة لد العوادين في قلب مرج بن عامر. طبعا راح من قلب المقبرة معلش راح نحكي عن هذا. يعني ملاحظة كمان، أشجار اللوز اللي انتم شايفينها هاي عمرها لا يزيد عن 4 سنوات، اللي زرعتها زرعوها مزارعين مستعمرة هايوغيف اللي أقيمت على أرض لد العوادين بالاتجاه الغربي تقريبا 3 كيلومتر من موقعي بالاتجاه الغربي. من مواقع قرية لد العوادين منطقة الحصماصة اللي بهذا الاتجاه، منطقة المناطير، منطقة خزنة، الفخخيرة. رايحين نوصل للفخخيرة. بتمنى انه يكون الوقت يسعفنا انه نوصل لهناك حتى نقدر ننشر هذا الفيديو. بهاي المنطقة اكثر قريبة على وادي او نهر المقطع اللي يبعد من هون تقريبا كيلومتر واحد الى الشمال بالاتجاه الشمالي. هذا ارض المشخات، لانه كانت يعني تستغربوا طبعا بعض المسميات للمناطق. طبعا اخذت هاي المسميات من طبيعة الزمن اللي كانت فيه، لأنها كانت أرض دائما موجودة المياه فيها على ضفاف نهر المقطع، فلهيك كان اسمها. منطقة النجمة، منطقة شلة، منطقة تل ذياب بالاتجاه الجنوبي. عندنا ام الجلايد، منطقة ام الجلايد وعين ام الجلايد، هاي بالاتجاه الجنوبي الغربي تقريبا 3 كيلو ونص من هاي المنطقة. هاي المنطقة تماما بالذات هاي كانت منطقة بيادر. هون هاي المنطقة كانت منطقة بيادر للبلد تابعة، وعدة أماكن كان فيها بالمنطقة الشرقية كان كمان عندنا بيادر، وبالمنطقة الجنوبية جنوب العين أو جنوب البير كمان كان في عندنا بيادر. هناك كان عند غرب البير طبعا بيت المرحوم توفيق الأسعد اليعقوب مختار قرية لد العوادين. كان بتفكيري انه اعمل مسار بالسيارة حتى نوصل منطقة ام الجلايد، ومن هناك يعني نشرح على طول هاي المسيرة، نشرح عن قرية لد العوادين وأراضيها. إلا إنه المسافة طبعا بعيدة شوي، ورايح يكون عندي
وقت زايد اللي مش راح يسمح لي بنشر هذا الفيديو. طبعا يعني مثل ما انتم ملاحظين، يعني احد الاخوة طبعا كتب باللغة العبرية على هذا الحجر انه هاي مقبرة اسلامية. طبعا يعني حسب الكلام اللي مش كثير مفهوم، الا انه واضحة كلمة مقبرة اسلامية، ويطلب عدم يعني الضرر للمكان. نعم، عدم الضرر للمكان. نعم، يعني هذا الأخ اللي كتب هون طبعا بنوجه له تحية، لا زال في الدنيا خير ولا زال في أولاد حلال. راح نقرب على حجارة البيوت حتى تشوفوا يعني الحجارة اللي كانت تأوي أهلنا. نعم، هاي من حجارة البيوت مثل ما انتم شايفين. هذا ردم الحجارة. كان في القرية مسجد، كان في القرية مدرسة بالمنطقة الغربية بمنطقة الحصماصة على بعد تقريبا 500 متر بهذا الاتجاه تماما على مرتفع بسيط. كانت هناك المدرسة. من المدرسين على مدار يعني سنوات قبل التهجير اللي درسوا في قرية لد العوادين، راح نلاحظ من أسامي المدرسين، وهي كانت طبعا لفتة كثير يعني بحترمها أنا بأهل هاي القرية، اللي كان واضح جدا إنهم مهتمين بالموضوع التعليمي والموضوع الثقافي بشكل كبير. الشيخ محمد اللبدي من كفر اللبد كان مدرس، كان شيخ. طبعا المدرسين اللي راح نذكرهم منهم كان بالمسجد ككتاب بالأول، ومنهم ما كان بالمدرسة الحديثة اللي كانت تدرس حتى الصف الرابع. بعد الصف الرابع طبعا كان الطالب اللي بده يتابع تعليمه ينتقل لقرية المنسي الجارة اللي على بعد 8 كيلومتر بهذا الاتجاه الغربي، اللي كان فيها مدرسة تدرس حتى الصف السابع. كان فيها مدرسة على مستوى عالي. حكينا الشيخ محمد اللبدي من كفر اللبد، عيسى الزنقري من بيسان، أمين العروري من سيلة الظهر، محمد الناقوري من عكا، ظافر القسام من جبلة من سوريا، وعلي القسام من جبلة بسوريا. وهذول المدرسين هم اخوة الشهيد عز الدين القسام. نعم، هم اخوة الشهيد عز الدين القسام. محمد البجيرمي من اكزم، على ذكر عائلة البجيرمي. طبعا احنا يمكن تابعته على المحطات السورية على مدار سنوات. طبعا الإنسان المذيع أو المثقف المفكر توفيق البجيرمي الله يرحمه ابن قرية إكزم. وهي قرية إكزم طبعا إلها في القلب وإلها بالتاريخ الفلسطيني. طبعا أنشأت أجيال وأنشأت رجالات إلهم طبعا باع في الثقافة الفلسطينية. يوسف خليل برقاوي من برقة. هاي الناس اللي أو هاي المدرسين اللي درسوا في قرية لد العوادين. مسجد القرية كان في قلب القرية. طبعا اليوم مثل ما انتم شايفين البلد حطام. أنا يعني بدي أقول لكم إنه نحن بنبعد عن مدينة حيفا، بما إنه قرية لد العوادين تتبع لقضاء حيفا. نحن بنبعد 33 كيلومتر تماما، 33 كيلومتر بخط مستقيم من لد العوادين لمدينة حيفا. ولو بدنا نسافر لمدينة حيفا من لد العوادين احنا مضطرين انه نمشي مسافة 6 كيلومتر مشيا على الأقدام. طبعا أنا
بتحدث بقبل عام 48. للإنسان اللي كان بده يسافر على مدينة حيفا، بده يعني يسافر لشارع حيفا جنين بالاتجاه هذا، بالاتجاه الجنوبي، مسافة 6 كيلومتر ويمكن أكثر قليلا، يعني بهذا الحدود، حتى يستقل الباص القادم من مدينة جنين ويسافر لحيفا. نعم، يعني عندنا 33 يعني 39 كيلومتر نحن بدنا نمشي حتى نوصل مدينة حيفا. اليوم بهذا العصر نحن من لد العوادين بدنا نص ساعة بالسيارة حتى نوصل. طبعا بهذاك العصر كان السير طبعا أقسى من اليوم بكثير بدرجات. نعم، إلا أنه اليوم الشوارع طبعا والسيارات، كثرة السيارات ما في صعوبة، إلا أنه زمان كانوا بدهم يطلعوا على شارع يستنوا الباص ويركب الباص ويسافر، وطبعا يوقف في كثير محطات، في المنسي، عند الشقيرات، عند الطواطحة، بمنطقة، بعدة مناطق كان بده يوقف. القرى أو مناطق المحيطة بلد العوادين حكينا ام الفحم بالاتجاه الجنوبي على مسافة بين 8 إلى 9 كيلومتر. هناك قرى زلفة وسالم كمان، مشيرفة والبياضة ومصمص. بالاتجاه الغربي عندنا قرى عرب التركمان، مثل قرية المنسي، الغبيات، النغنغية، أبو شوشة وأبو زريق. كل هاي القرى بالاتجاه الغربي. وعندنا كمان الكفرين، عندنا قرية الكفرين اللي بنوجه تحية لكل هاي القرى اللي ذكرناها بالاتجاه الغربي. هذا امتداد مرج ابن عامر، يعني على مسافة 33 كيلومتر. هذا هو مرج ابن عامر اللي بوصلنا حتى تخوم البحر الأبيض المتوسط. بالاتجاه الشمالي مثل ما احنا شايفين على هاي الجبال، مرتفعات الجبال، مدينة الناصري اللي كان لها، يعني كان لقرية لد العوادين كل العلاقة بهاي المدينة، لأنه كل منتوجات الزراعية اللي كانوا يجنوها أهل لد العوادين كانوا يبيعوها في قرية، في مدينة الناصري. وعندنا المجيدل، قرية المجيدل. طبعا اليوم الأشجار اللوز هاي اللي زرعوها من 4 سنوات أصبحت عائق بيننا وبين بعض المناطق. عندنا قرية الورقاني اللي يعني بدنا نوقف لحظة عند قرية الورقاني اللي هي اليوم مستعمرة كفار باروخ. يعني بمقابلاتي مع بعض أشخاص، مع بعض إخوة من قرية لد العوادين أو من كل القرى، بيعتقدوا أنه الورقاني هي مستعمرة. هي مش مستعمرة. الورقاني هي كانت قرية للفلاحين بزمن اللي كانوا الإقطاعيين مسيطرين على المنطقة، اللي كانوا شارين الأرض من السلاطين العثمانيين، والسماسرة هذول باعوا الأرض وباعوا الفلاحين مع الأرض، باعوا الفلاحين مع الأرض، وقيمة مكانها مستعمرات. يعني مثلا الورقاني اليوم هي كفار باروخ. كفار باروخ متى أقيمت؟ عام 1926. لكن حتى هذا التاريخ كانت قرية اسمها قرية الورقاني، وبعض من عائلات هاي القرية أعرفهم ويسكنوا في قرية الفريديس العامري. وكثير من العائلات اللي على هاي الشاكلة، يعني مثل قرية تل العدس اللي هي شمال مدينة العفولة اليوم، واللي هي كانت أصلا الفولة. يعني تل العدس اليوم هي تل عدسيم، نفس الحكاية. لو جينا للمنطقة الأكثر الشمالية، عندنا عدة قرى مثل جنجار. هي أصلها
قرية عربية زراعية للفلاحين، قرية فلاحين عرب. تل الشمام في قلب المرج، نعم، تل الشمام هي كانت قرية فلاحين تابعة لشعبنا الفلسطيني، ولكن بحيازة الأوغاد من السماسرة السفلة اللي باعوا الأرض وتركوا الفلاحين لمصيرهم، وطردوا الفلاحين من بيوتهم والتجأوا لقرانا العربية. وكثير من قرانا العربية في عائلاتها الكبيرة اليوم بتظن في أحضانها العديد من هاي العائلات اللي اليوم تبنتها هاي العائلات الكبيرة، وصرنا يعني بالصعوبة نقدر نعرف إذا هذا ابن هاي العائلة. يعني لو جينا على مثلا في قرية خبيزة، نعطي مثل قرية خبيزة، عائلة سليط الكرام، في منهم بأم الفحم بيمضي مثلا محاجنة، لكن لو انك سألته بدك تعرف منه انه هو من عائلة سليط. وهيك كان في معظم الحالات، في كثير من الحالات. نعم، يعني حبيت أنا اليوم سلط الضوء على هاي النقطة. بتأمل أنه في المقاطع أخرى نشرح أكثر من هيك. يعني جبل الكرمل طبعا العظيم اللي كان يكون واضح من هاي النقطة، اليوم طبعا صعب أنه يعني نلقطه أو نصيده من هاي النقطة بسبب هاي الأشجار اللي زرعوها أولاد عمنا. نعم، تحياتي. أنا بكار فحماوي، بتأمل هاي العودة تكون يعني وصال خير بيني وبين أهلي اللي ما عندي شك فيه. تحياتي وإلى اللقاء.